بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. معلومة بس يا جماعة توضيحية، معظم اللي هو بيقعوا فيها. ازاي افرق بين مرض الكنكر والتنفسي؟ لما بتلاقي فرد حمام عنده سيلان من الأنف زي كده، ده فرد حمام عنده سيلان من الأنف يا جماعة، زي ما حضراتكم شايفين. الناس كلها بتفكر ان ده تنفسي، بتدي بقى مضادات حيويه وكلام من ده اصلا بيبقى تشخيص غلط وبتدمر فرد الحمام بايديه. ده فرد حمام يا جماعه، حتى لو انت اتاكدت وفتحت بقه كده، شايفين الفرد ده كنكر يا جماعه، ده كنكر، ده حاجه اسمها كنكر. الكنكر يا جماعه بيعمل شخوره، بيعمل سيلان من الانف، بيعمل خسسان، بيعمل بقى ايه، مشاكل كتير جدا عند فرد الحمام. يعني انا قلت اقول لحضراتكم الحالة زي ما انتم شايفين. ناس كتير بقى بتلاقي سيلان الانف وبتلاقي الفرد الحمام ما عادش بياكل وبخس، تقول لك ده تنفسي وسالمونيلا. طبعا تشخيص غلط. وعايز اقول لك بقى على حاجة، لو انت اصلا الفرد الحمام انت شخصته غلط واديت له كنكر وهو ما عندوش كنكر، عايز اقول لك ان ده حاجة كويسة. ليه؟ عكس ما يكون عنده كنكر وانت تشخص غلط، تدي علاج للسالمونيلا او علاج للمضاد حيوي يقلل البكتيريا النافعه من جسم الطير، زائد ان هو يضرب المناعه بتاع الطير. يبقى مرض الكنكر لما تدي جرعه حتى وقائيه بدون ما انت متاكد مش هيضره، هينفع وينفع اي مرض في التشخيص حتى. فخلاص كده عرفنا المعلومه دي. يبقى سيلان الانف وخسسان الحمام والشخوره بتاع الفرد الحمام ده يا جماعه بيبقى كنكر. ولو انت فتحت الفم زي ما وريت لحضراتكم هتلاقي الكنكر موجود والفطريات موجوده، حتى لو ما لقيتش برضه بيبقى كنكر، لان في كنكر داخلي وكنكر خارجي. خلي بالك من النقطه دي. عالج ازاي؟ طبعا كل العلاجات المستورده ممتازه جدا لعلاج الكنكر. لو ما تقدرش ممكن تجيب الفلاجيموكس، او ممكن تجيب الفلاجين البشري، او الامروزول البشري، او الفلاجي فورت. كل دي او الفلاجي فورت وممكن الخل والليمون برضو بعد كده. وما تنساش بقى الغسول بعد كل جرعة علاجية. كده الفرد الحمام بيكون افضل من الاول. طيب اعمل ايه عشان ما يجيليش كنكر؟ زي ما قلت لك قبل كده، كل 21 يوم هتدي 3 ايام كنكر. كل ابطال العالم يا جماعة بكرر وبقول، قبل نقر البيض بيدوا للحمام الكبير جرعة كنكر. بعد فطام الزغلول بيدوا للزغلول كنكر. الكنكر يا جماعة أسرع وأخطر مرض ممكن يقابل الحمام، فخلي بالك من الكلام ده. طبعا انتوا عارفين الفلاجيل، عارفين الأمريزول، عارفين البروتوزول، عارفين الفلاجيفورت. كل الكلام ده يا جماعة نفس المادة الفعالة مترونيدازول. ده يا جماعة يعني فيديو توضيحي. لو محتاجين اي حاجة اكتبوا لي في التعليقات، ولو عجب الفيديو لايك وريت مشاركة عشان كل اللي استفاد. وانتظرونا ان شاء الله في اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.